تعودت في حياتي ألبس أزرق من كثر حبي وعشقي للمزرق، ذي قلبي منه تقطع تمزق كأنه بحر وأنا فيه غرقان. يوم شفته يمشي بين الرجال بقامته وحسنه وأدبه والجمال، بخصره النحيف وسيقانه الطوال، قلت هذه فرصتك يا علي نعمان. مشيت بعده إلى كل الأماكن وعرفت مكانه وأين هو ساكن، روحت بيتي وأنا فرح ولكن أني أشوفه على مدى الأزمان. بدأت أخطط وأرسم على شانه، كيف أوصل له وكيف أغزي مكانه، كيف أحط نفسي بقلبه ووجدانه ونبقى من بعدها حبايب وخلان. رحت أجلس وانتظر أمام بيته ورقمي على الباب قد رميته، وبعد ما خرجت ولرقمي شليته مشيت من جنبها تايه وضيعان. وصلت مطرحي وجاء الرنين، رناتي يتبعها العتب والحنين، تتصل وما أرد والعرق بالجبين مكسوف متعجب وأنا فرحان. دقيت بعدها أنا وجاوبتني بسرعة، قالت يسلموا على رقمك الروعة، وبيننا وعد نتقابل الجمعة ونخرج ما كان فينا من الحرمان. تقابلنا والمحبة بيننا تجمع، وشفتها مثل النجم حين يلمع، تكلمني وأنا أصنج وما أسمع، ما أناش مصدق بالنعمة والكرمان. عيونها الزرق لون السما الصافي، ونكش الأيادي كامل ووافي، والكعب فيه مرتفع كافي، والشعر مندوش بذوق وفنان، والأنف سيف حد ومسل، ما حدا قادر يوصل له ويحتل، لأن مصيره يتكون ويقتل، وما هي بسيطة لعبة الحيتان. والخدود على وجهه محمرة ومنفوخة، وملمسها كأنها حبة الخوخة، ناضجة مستوية مطبوخة، تقحط وتمغط ما تلاقي عظمان، والرمش على عينه شيء يهبل. مجمله حين يفتح وحين يقفل للمطر والشمس حامي مظلل، عش للعصفور وسط الأغصان، وآح محلى حقها الفم. عن سطلها حين تخاطبني وتتكلم، واحس نفسي اتعذب واتألم من حركات شفايفها واللسان. فجأة قالت لي علي وش فيك؟ بايش تفكر؟ وايش اللي حواليك؟ قلت تفكيري على موفنبيك، ارتاح ساعة وما اكون زهقان. مسكت يدها والاصابع بالاصابع، وصلت للفندق وعلى الاسانسير طالع، غرفة 405 بالدور الرابع، وصلنا بالسلامة الى بر الامان. قلت لها الحين على اي اساس؟ قالت اضرب الساس بالساس. قلت لها ضروري البعساس يحلى الجو يتلطف كمان. ولعت السهاري وبدأت تخلع، والجمل عاده لا بدأ يطلع، وانا مغطى على داخلي وابلع، واحاول اوصفها بكل دقان. ما بقى بجسمها لا كنشلي ولا سبعه. قالت علي استعد للنبعه، حان الوقت لتفتح الربعه، وطفت النور وارتمت للاحضان. قامت الصبح وهي زي القمر ولنطر، حتى اصبح احمر نتيجه لفك قفلها المدمر وضربات الصاروخيه من العدوان. بعدت البطانه وعلى الحمام، اندعدش مع استحمام، يرجع نشاطي تمام التمام، ما اكون تعب ولا كسلان. فتحت المويه على زنني، واول ما وصل الى بدني فزيت وبقدر رش على اذني، يقول قم مدرسه قد الساعه 8. مشيت للمدرسه وغيرت الطريقه، وقلت لو كان حلمي حقيقه، بايزيل الهم ويبتعد من القلب ضيقه، وزعلت من حينها وللحين ندمان. وسلامتكم. الله يسلمك، صح لسانك.